تخص مسألة الحدود. كان جناح اليسار في جبهة التحرير الوطني قد خطط لمشروع استغلال مشترك لموارد الصحراء. إذن كان الأمر يتعلق بفيدرالية مغاربية واستغلال مشترك لموارد الصحراء، النفط والغاز، ثم تتم بعد ذلك مناقشة قضية الحدود في حال تحقيق فيدرالية بين الدول. في وثيقة بتاريخ 7 أبريل نيسان من عام 1962 صادرة عن الإدارة الفرعية الفرنسية لشؤون المغرب بالرباط، جاء فيها إن تصريحات الحكومة المغربية بتاريخ 19 من مارس آذار عام 1962 حول الحدود العالقة بين المغرب والجزائر أثارت مسألة استغلال باطن الصحراء الحدودية الغني بالثروات المعدنية. لهذا ففرنسا والجزائر تتعهدان بمواصلة جهودهما لاستغلال أفضل لهذه الثروات الحدودية. المغرب فوجئ بأن الأحوال الداخلية في الجزائر لم تساعد على تسوية معقولة لهذه المشكلة. بعد استقلال الجزائر لم يستطع قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية الوفاء بالاتفاق الذي عقده فرحات عباس مع الملك الحسن الثاني حول الحدود والصحراء الشرقية، فكان على المغرب أن يحل هذا النزاع بتدخل عسكري. وفي أكتوبر تشرين الأول من عام 1963 اجتازت الجيوش المغربية الحدود الجزائرية ودارت حرب بين البلدين الشقيقين. بعد الاستقلال كل تقوقع داخل وطنيته التنافسية، والنتيجة في النهاية كانت حرب الرمال. كانت حرب الرمال بين الجزائر والمغرب نتيجة لمطالبة المغرب بالمناطق الخاضعة للإدارة الفرنسية في الجزائر. بعد استقلال المغرب لم يقبل محمد الخامس بمناقشة موضوع الأراضي الجزائرية مع فرنسا، بل انتظر حتى نيل الجزائر استقلالها كي يناقش هذه المسألة مع إخوانه الجزائريين بحسب تعبيره. وقد توصل إلى عدة اتفاقيات مع القائد الجزائري فرحات عباس، غير أن هذه الاتفاقيات قوبلت برفض القائد أحمد بن بلة الذي كان أكثر راديكالية وثورية. هذا هو سبب حرب الرمال. على الأرجح أن قضية الحدود هي السبب وراء حرب الرمال، وربما السبب الوحيد، طالما أن قضية الأنظمة السياسية ظهرت فيما بعد. في صيف وخريف عام 1962 لا أحد كان يتوقع أنه ستكون هناك حرب بين الجزائر والمغرب، وبما أنني كنت أتنقل بسهولة في المغرب فلا أحد هناك كان يعتقد أن الحرب ستقوم. النظام المنبثق في الجزائر من 62 لم يكن قادرا على التصرف بكيفية قوية في هذا الموضوع، فحدث ما حدث. كانت هناك تعبئة غير معقولة من أجل الحرب، كانت أشبه بهوس وطني. تمت التعبئة الوطنية في هذا البلد ضد الوطنية في البلد الآخر. تركت حرب الرمال شرخا قويا في العلاقات المغربية الجزائرية. حينها نسي قادة الدولتين سنوات التآزر والتنسيق من أجل إجلاء الاستعمار الفرنسي، ونسيت الشعوب روابط اللغة والدين والتقاليد، وحلت الضغينة والعدوانية. إن الكلام حول حرب الرمال قليل، لكن العواقب كانت جد كبيرة، لأن هذه الحرب أحدثت شرخا في صرح شيد قبل استقلال الجزائر، حين كان المغرب العربي موجودا في اعتبار السياسيين والمثقفين والفنانين. لقد كان موجودا، وكان الجميع يقف جبهة واحدة في وجه المحتل. لقد كان من الممكن لهذا المغرب العربي أن يتوسع ويبلغ حدود القاهرة، أن يمتد على طول شمال أفريقيا بهدف إيجاد حلول لقضاياه والوقوف في جبهة واحدة. وهنا أجد ما قاله المهدي بن بركة آنذاك أمرا رائعا،
حيث قال: المستقبل ليس في الحرب، المستقبل مستقبل الجميع، لنصنع مستقبل الجميع. فأنا أدين حرب الرمال بين المغرب والجزائر. كانت تلك وقفة قوية. من النادر رؤية زعيم سياسي يستنكر التعبئة الوطنية والثورية من أجل دخول طرفي الحدود في حرب. فيما مضى نادى جوريس بأن لا تقوم حرب بين فرنسا وألمانيا، فتم اغتياله. والمهدي بن بركة الذي نادى بأن لا تقوم حرب بين المغرب والجزائر حكم عليه بالموت. ضمن تغطية الصحف الفرنسية الصادرة في أكتوبر تشرين الأول من عام 1963 للأزمة الحدودية بين المغرب والجزائر، نجد جريدة لفيغارو وفي عددها 5 و6 من أكتوبر تشرين الأول عام 1963 وتحت عنوان أحداث أفريقيا مقالا بعنوان: من أجل تسوية النزاع القائم على الحدود بين الجزائر والمغرب. يتناول لقاء وجدة على الحدود بين وزيري الخارجية المعنيين بوتفليقة وغديرة وحديث الرباط عن الاتفاق السري المبرم بين فرحات عباس رئيس جمهورية الجزائر المؤقتة والملك الحسن الثاني. كما يناقش المقال المشكلة الموريتانية التي سببها المغرب أيضا، واستدعاء السفير المغربي إلى قصر الأليزيه لمعرفة رأي بلاده في النزاع. إذن حرب الرمال جاءت لتضع نقطة توقف، وكأنها حكم جاء ليغرق المغرب العربي وشمال أفريقيا في مرحلة أخرى هي مرحلة القومية، وهي المرحلة التي سعت خلالها الدول القومية لإثبات وجودها بطريقة مستقلة داخل حدودها وعبر أنظمة سياسية مختلفة، ومواصلة الصراع بين دولتين هما الجزائر والمغرب. في بيان مغربي جزائري مشترك حول الحدود، تم عقد لقاء في وجدة يوم السبت 5 من أكتوبر تشرين أول عام 63. خلال هذا اللقاء تمت مراجعة العلاقات بين الجزائر والمغرب التي شهدت في الآونة الأخيرة أحداثا عكرت أجواء العلاقات بين البلدين. وبعد اجتماع الوفدين تم إقرار التالي: تفعيل المعاهدات الموقعة في مارس آذار وأبريل نيسان عام 1963 واعتبارها خطوة أولى في مشروع المغرب العربي الموحد. عدم تدخل أي من البلدين في الشؤون الداخلية لكل منهما. سيتولد عن هذه الأزمة عدة لقاءات ما بين الرئيس الجزائري أحمد بن بلة والملك الحسن الثاني. في رسالة غير مؤرخة وجدناها في الأرشيف الفرنسي، كان قد بعث بها الملك الحسن الثاني إلى الرئيس الجزائري أحمد بن بلة بعد اندلاع حرب الرمال. جاء فيها: فخامة الرئيس، أثناء اللقاءات التي جرت مع مندوبي بلدينا حول الأحداث الأليمة التي وقعت في حاس بيضة وتنجوب، ومحاولة الوفد المغربي الجزائري المشترك التوصل إلى وسيلة لوضع حد للخلاف العسكري واتساعه إلى مناطق أخرى، وصلتنا معلومة رسمية من ولاية وجدة. فبحسب هذه المعلومة، الجيش الجزائري تسلل إلى أراضي هذه الولاية وشن هجوما شرسا على نقطة المراقبة في عيش على بعد 50 كيلومتر شمال شرقي فيجيج. وبصفتك المسؤول الأول عن مصير الجزائر ومستقبل شعبها، فمن المستحيل ألا تدرك خطورة هذه التصرفات أو نتائجها. إن توجه السياسة الجزائرية التي ترجمتها تصرفات عنيفة لا يسمح بأي حال من الأحوال إيجاد حلول للمشاكل العالقة عبر التفاوض والحوار المباشر. في الختام، أبلغكم أن المغرب مستعد لمواجهة كل الظروف الطارئة بكل الوسائل الممكنة. وقع وقف إطلاق النار بتدخلات من الدول الإفريقية، حيث تأسست لجنة اجتمعت في باماكو، وظلت هذه اللجنة تجتمع إلى حتى سنة 64، حيث أقرت بأن هناك فعلا خلاف على الحدود بين المغرب والجزائر. عام 1965 وقع انقلاب عسكري على حكومة أحمد بن بلة، قاده وزيره في الدفاع هواري بومدين،
وتوجهت البلاد بعد ذلك نحو المعسكر الشرقي، فتباينت التوجهات السياسية في كل من الجزائر والمغرب الذي اتبع منحى